ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحة، واهلا بيكم مرة تانية في فيديو جديد على قناتكم غاوي تقنية. الفترة اللي جاية هتكون ميعاد الرسمي للإعلان عن هواتف الفلاج شيب من جميع الشركات زي شركة أوبو اللي هتعلن عن الجيل الجديد من الأوبو فايند إكس، واللي في الغالب هيكون باسم الأوبو فايند زد. وأعلنت شاومي يوم 20 فبراير عن المي 9، وهيكون موعد الإعلان عن أشهر وأغلب الهواتف من جميع الشركات في الفترة من 20 فبراير ل 25 فبراير في مؤتمر ال MWC. والترند او الموضه اللي هنشوفها في اغلب الهواتف هتكون جايه بشاشه بنوتش انفينيتي، واللي هتخلي الشاشه بدون حواف تقريبا من جميع الجوانب. في الشاومي مي 8 بتاع السنه اللي فاتت كان جايب اعلى معالج من كوالكوم في وقته، مع كاميرات مميزه اتصدرت قائمه افضل الهواتف في التصوير لموقع الدوكس مارك، وجيب تصميم مميز في وقته مع ترند النوتش المنتشر. ودلوقتي بنشوف الجيل الجديد منه وهو الشاومي مي 9، واللي هيجي بثلاث كاميرات خلفيه واعلى معالج من كوالكوم وتصميم مميز بنوتش انفينيتي يو مشابه للي موجود في الهونر 10 لايت. في الفيديو ده هعرض اهم مواصفات الجهاز وسعره المتوقع في مصر، فما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زرار الاشعارات علشان يوصلكم كل جديد. الجهاز بيجي بوزن 157 جرام وبسمك 7.6 ملم، مع ظهر لامع ورائع من الزجاج واطار من الالومنيوم اللامع، مع شاشه من سامسونج من نوع سوبر اموليد بحجم 6.39 بوصه بنسبه استحواذ 90% للشاشه من واجهه الموبايل، بدقه 2280 في 1080 بكسل وبابعاد 19 ل 9 وبكثافه بكسلات 403 بكسل لكل بوصه. والشاشه فيها نوتش على شكل انفينيتي يو ومحميه بطبقه حمايه من نوع كورنينج جوريلا جلاس الجيل السادس. في واجهه الجهاز بنلاقي الكاميرا الأمامية داخل النوتش مع سماعة المكالمات، في ظهر الجهاز الكاميرات الخلفية والفلاش، ومن الأعلى ميكروفون إضافي لإزالة الضوضاء ومستشعر الاي ار لاستخدام الهاتف كريموت تحكم عن بعد. ومن جهة اليمين عندنا زرار التشغيل مع إزرار رفع وخفض الصوت، ومن الشمال عندنا درج الشريحة واللي بيدعم تركيب شريحتين اتصال وما بيدعمش تركيب كارت ميموري، مع زرار متعدد الاستخدامات. ومن الأسفل موجود عندنا سماعات السبيكر ومنفذ اليو اس بي تايب سي والميكروفون، وللأسف ما فيهوش منفذ 3.5 وبتضطر تركب كونفرت عشان تقدر تركب السماعات. وبالنسبة لأداء الجهاز مش محتاج أتكلم عنه كتير، لأن الجهاز بيجي بأقوى وأحدث معالج من شركة كوالكوم واللي هيكون معالج السنة. فالجهاز بيجي بمعالج سناب دراجون 855 سومال الأنوية، بيشتغل بقوة 2.84 جيجا هرتز بمعمارية 7 نانو، مع معالج رسوميات أدرينو 640، واللي هيقدم لك أداء متميز جدا خاصة في الألعاب والتنقل بين التطبيقات. وسجل الموبايل حوالي 374 ألف نقطة في اختبارات أنتوتو لاختبار كفاءة المعالج، وتعتبر نتيجة ممتازة مع اندرويد 9 احدث اصدار مع واجهة المي يو اي 10 وبلوتوث الاصدار الخامس. الجهاز بيجي بنسختين 64 جيجا مع 6 جيجا رام او 128 جيجا مع 8 جيجا رام. الجهاز بيجي بمستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة، وبيدعم خاصية الفيس انلوك وخاصية النقل السريع ال NFC، وبيدعم الاوتو جي ومجموعة كبيرة من المستشعرات زي البوصلة والتسارع والقرب والجيروسكوب لتشغيل نظارات الواقع الافتراضي، لكنه ما بيدعمش تشغيل الراديو. مع بطارية بحجم 3500 ملي امبير بيتم شحنها بشحن سريع 20 واط، وبتدعم الشحن الوايرلس، وبيتم شحنها عن طريق اليو اس بي تايب سي. وبالنسبة للكاميرات فالجهاز بيجي بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجا بكسل للأساسية مع فتحة عدسة 1.8، والتانية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.2 لتصوير الألترا وايد أو التصوير بزاوية واسعة، والتالتة بتيجي بدقة 12 ميجا بكسل تيليفوتو بتساعد في عمل الزوم من غير فقدان أي تفاصيل مع فلاش LED مزدوج. وبتدعم الكاميرا تصوير فيديوهات بدقة 2160 حتى 60 فريم في الثانية، وتصوير بطيء أو سلو موشن بدقة 1080 لغاية 960 إطار في الثانية. Perfect. اما الكاميرا الاماميه فبتيجي بدقه 24 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2 وبتدعم ال HDR وتصوير فيديوهات بدقه 1080 بسرعه 30 اطار في الثانيه.
في النهاية الموبايل رائد مع كل الإمكانيات والمميزات اللي ممكن تحتاجها، سواء أقوى أداء وتصميم ممتاز وخامات جيدة وكاميرا ممتازة. وبالنسبة لسعر الجهاز، فالموبايل تم الإعلان عنه في السوق الصيني يوم 20 فبراير بشكل رسمي، لكنه لغاية دلوقتي مفيش أي معلومات عن ميعاد طرحه في الأسواق العربية أو المصرية. ومن المتوقع إن سعره يكون في حدود من 9000 جنيه ل 10000 جنيه مصري، حوالي 400 يورو. ولو حابب تعرف تفاصيل أكتر عن الموبايل، ممكن تزور موقع غاوي تقنية، الرابط بتاعه أسفل الفيديو في الوصف. وبكده يكون انتهت مراجعتنا لهاتف الشاومي مي 9. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. دمتم في سلام الله.